الحكاية ابتدت وأنا راجع من الشغل بالليل. أنا ساكن في منطقة شعبية، واخد إن الكلاب والقطط تبقى في كل حتة، وأنا ولا بخاف من القطط ولا حتى الكلاب. من كتر عيشتهم معانا بحس إنهم مستأنسين وسطينا. لكن اليوم ده كان مختلف شوية. نور القمر كان قليل، ونباح الكلاب كان زايد عن حده وعامل دوشة، رغم إن ما كانش فيه منهم كتير حواليا ساعتها. وردية الشغل اتأخرت، واتأخر رجوعي للبيت يومها، وكالعادة بحط سماعة الموبايل في وداني وأحاول أسلي وقتي. وأنا ماشي لمحت بعيني طيف. وقفت مكاني ما اتحركتش، بصيت حواليا يمكن حد صاحي أو باصص من أي بلكونة، لكن ما كانش فيه أي حد واقف. كل البيوت كانت مقفلة شبابيكها وبيبانها. بصيت في ساعتي لقيتها قربت من 4 الصبح. تقلت رجلي في المشي شوية، مش ثقة قد ما هو قلق وخوف. من ايه؟ معرفش. لكن أفلام الرعب اللي الواحد بيشوفها وأفكار السحر اللي ساعات بنقراها تخلي أي حد ما يكونش مطمن. شلت سماعة الموبايل من ودني وكملت مشي. ساعتها سمعت صوت نباح الكلاب أكتر، والمرة دي كان في مجموعة منهم بتجري من مكان للتاني. لقيت كلب قرب مني، بس أنا كملت مشي عادي. كان شكله مسالم في الأول، لكن بعد شوية اتغيرت ملامح وشه وجز على أسنانه، وسمعت صوته بيزمجر. الحقيقة خفت شوية ومديت، لقيته بيمد ورايا. خفت أجري أحسن يجي ويلم زمايله معاه. فضلت أمد وهو ورايا لحد ما في لحظة هجم عليه كلب تاني. أنا معرفش اللي حصل قوي غير إن كلب كان في وشي، لقيته جري ناحيتي وعداني واتخانق مع الكلب اللي كان بيمد ورايا. وأنا بحاول أستوعب اللي بيحصل لمحت نفس الطيف اللي شفته من شوية. طيف أسود ما بين بخار ودخان، وطوله طول إنسان، بيتحرك بسرعة. لكن أنا شفته رغم إني كنت لابس نظارة. حسيت المرة دي إن البيت بقى أبعد من الطبيعي، لكن في الآخر وصلت للباب. حاولت أفتح الشنطة اللي كانت في إيدي، لكن السوستة علقت. الشنطة صغيرة لكن حاطط فيها حاجات كتير، منهم مفاتيح الباب. شدتها مرة واتنين، وفي التالتة للأسف اتقطعت واتبعتر كل اللي فيها على الأرض. كان ممكن أنادي على حد من البيت وأقول له نور النور أو أحدف لي المفتاح، لكن بعد الساعة 4 الصبح الموضوع هيكون قلق للبيت وللجيران. حطيت مفاتيح الباب في جيبي عشان ما انساهوش، ونزلت على الأرض وابتديت ألم الحاجات اللي اتبعترت جوه الشنطة من تاني. وأنا بلم الحاجة لقيت خيال جاي من بعيد، والشارع عندنا مش منور قوي عشان أشوف مين جاي ومين رايح، فما اهتمتش. كنت بحاول أسرع في لم الحاجة عشان أطلع البيت وارتاح. لقيت الخيال بيقرب أكتر. قلت في عقل بالي يمكن ده واحد من الجيران راجع بعد صلاة الفجر. لكن بعد شوية لمحت الخيال أكتر من بعيد، ولما رفعت عينيا شفت نفس الطيف اللي شفته قبل كده من شوية. ساعتها سبت كل اللي كان في ايدي، الشنطة وكل الأدوات، وجريت ناحية الباب. حاولت أفتحه بالمفاتيح اللي شلتها في جيبي، لكن الباب عصلك كالعادة. باب حديد مخرم في الصاج بتاعه، قديم ومصدي والكالون على قده. قررت إن الباب لو ما فتحش دلوقت هنادي بسرعة على أي حد في البيت، ومع التفكير في الفكرة دي لقيت الباب فتح. دخلت من الباب وقفلته ورايا، ولمحت الطيف من إخرام الباب بيعدي من قدامي. لقيته داخل من حيطة الباب اللي قدامي وتلاشى تماما. طلعت فوق وأنا مش مستوعب أي حاجة، وقلت عليه العوض ومنه العوض في الشنطة واللي كان فيها. وصلت الباب الشقة وفتحت الباب ودخلت أوضتي. يومها نمت بعبلي، مش عارف ده كان من الخوف ولا تعب. صحيت على صوت صويت من البيت اللي قدامنا. نطيت من على السرير وفتحت الشباك، وعرفت إن جارنا عم إبراهيم